السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا على خير يا ربي. جيت اليوم نشارك معكم واحد التجربه اللي متاكده ان بزاف البنات اللي شعرهم كيكون ناشف او لا كيكون عندهم شعر بوكلي كيف ما كتشوفوا، اللي صراحه الله ما كيقضي فيه لا وصفات لا زيوت لا ماسكات، حتى حاجه ما كتقرا فيه. ولقيت الحل الوحيد انني غادي ندير ليه هاد السوان، وقلت انني نبارطاجيه معكم. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وخليت لكم بوسه كبيره. ما تنسونيش من لايكاتكم واشتراكاتكم، شجعوني باش نرجع للقناه ونعاود لكم الجديد ان شاء الله. هذا درتو كفيديو استفتاحي، بوسه كبيره لكم. يسعد اوقاتكم. كيفكم صبايا؟ اليوم حالة الشعر عنا اياها واو، كتير نشفان الشعر، كتير نشفان، وكيرلي كتير، الكيرلي تبعه ناعم لهالدرجة صعب انه يتسرح الشعر. يعني يعتبر من الحالات المعقدة لدرجة انه عم يتقطع من كتر ما لو متشربك مع بعضه. هلا رح نعمل لهم علاج وتسبيل مع بروتين دلس. يسعد اوقاتكم صبايا. هي خلصنا جلسة البروتين، فرجولي على هالشعرات شلال ذهب ما شاء الله. شوفوا على هالنعومة وهالطراوة، فرجوا جلسة واحدة وحممنا الشعر بالنهاية بالشامبو. الشعر طري ولمعة دائمة، يعني صار حرير. شوفوا كان الشعر ما يتمشط ولا تحسي تفوتي ايدك لقلبه. شوفوا هلا هيك تحمم الشعر وتنشف، النعومته صار يزرد. كيفكم صبايا؟ هي خلصنا جلسة بروتين درس للصبية اللي كان شعرها صعب انه يتمشط او يتسرح، كان كيرلي كتير. حممنا الشعر ونشفناه بالشامبو. فرجوا شلال ذهب ما شاء الله.